يعني ربنا شهد على كل كلمه بقولها، كل حرف بقوله. الناس دي ما لهمش في اي شر، ولكن الاستبدادات طوال ال9 سنوات او ال10 سنوات ادت هؤلاء الشباب الى درجه فقدان الوعي. نرجو من القضاء العادل ان يراعي هذه الظروف القهريه. الناس بتنام قضايا كتير جدا جدا منذ اكثر من 9 سنوات او 10 سنوات، والناس دي بتجري كل يوم والتاني تبات في الاقسام، والقضاء له اوراق. وهذه المحترفه اللي توفت المحاميه احترفت في تزوير العقود والاوراق، وعلى نيه سلمى جدا. كان الحاج عبد العزيز عامل توكيل لها على اساس هي احد العائله مرات اخوه، فهو طبعا واثق في مرات اخوه. للاسف استغلت هذه الثغره وهذه الفجوه وغيرت في الاوراق وغيرت اسم الشهره على اساس انما اللي مشهد شهاده حق. وانا صايم قبل الفطار ان الناس ناس محترمه جدا جدا. الناس دي تعرضت لقهر واستفزاز خلال ال10 سنوات وقضايا ملفقه لهم بدون وجه حق. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. من فترة كده من حوالي كام شهر اتكلمنا عن مقتل المحامية المحترمة دي رشا محمود فرحات طريح. المحامية دي رشا فرحات أو رشا محمود فرحات طريح دي متجوزة من السيد إبراهيم عبد العزيز عبد العال، متجوزة وعايشة معاه، وعايشة معاه في قرية اسمها قرية كفر الأبحر. قرية كفر الأبحر دي في تبع مركز نبارو محافظة الدقهلية. ايه اللي حصل في قرية كفر الأبرح مركز نبارو محافظة الدقهلية؟ أفكركم بيه عشان الحكم صدر، وأنا دايما بحب أتابع القضايا اللي بعرضها وبجيب الأحكام فيها. المحامية دي هي وجوزها في خلافات ميراث بين اخوات مع بعضهم، خلافات بقالها 9 سنين في المحاكم، لغايه المحاميه وجوزها السيد ابراهيم عبد العزيز عبد العال كسبوا قضيه بتمكنهم من عماره سكنيه في قريه كفر الابحر دي، وفعلا عن طريق الشرطه اتمكنت من البيت واستلمته بحكم المحكمة. استلمته حكم المحكمة يعني بالشرطة، تعالي خد البيت. طبعا الشرطة طلعت اللي كانوا قاعدين فيه 4 إخوات، حمادة 40 سنة والسيد 45 سنة وعلي 38 سنة ووائل 37 سنة. ال4 دول إخوات شججة من أب واحد وأم واحدة، 4 إخوات. الأدب والأخلاق مفيش 2 بيختلفوا على العيال دي. ال4 شباب دول، حمادة شغال في السعودية عنده 40 سنة والسيد 45 سنة وعلي 38 سنة شغال في السعودية ووائل 37 سنة. فوجئوا إن مرات عمهم المحامية كسبت القضية واتمكنت من البيت والشرطة جت طلعته. البلد بالكامل عارفين ان البيت ده بتاع الاخوات دي، البلد بالكامل عارفين ان العمارة دي بتاع ال4 شباب الشقيانين في السعودية واللي متغربين وطالع عينهم البيت ده بتاعهم، البلد بالكامل. وعارفين ان المحامية رشا محمود فرحات طريح وجوزها السيد ابراهيم عبد العزيز ما لهمش في البيت ده. لكن احنا هنا يا جماعة قدام ورق يتقدم للمحكمة، القاضي ملوش غير الورق. سيبكم من كلام الناس في قرية كفر الأبحر دي، لا ملهمش دعوة، الناس يقولوا براحتهم، لكن القاضي قدامه ورق. الورق بيثبت ملكية البيت للسيد إبراهيم عبد العزيز عبد العال،
واللي كانت المحامية اللي هي مراته ماسكة القضية. اللي حصل ان الاربع شباب دول لما اطردوا من بيتهم من شجاهم وتعبهم وغربتهم، في الليل راحوا طلعوا العمود الكهرباء اللي في الشارع، قطعوا السلك عشان يقطعوا النور عن البيت، فراحوا قاطعين النور عن البيت. نطوا من الشباك هم الأربعة من حرجتهم على بيتهم وشجاهم وغربتهم وتعبهم في السعودية، وفي الآخر مرات عمهم المحامية تاخد البيت وتكسب القضية لجوزها، رغم ان البلد كلها عارفة ان البيت ده بيتهم. طلعوا مسكوا عمهم ومسكوا مرات عمهم ضربوهم، وراحت المحامية حاولت تقاومهم او بتهرب منهم، راحوا رموها من البلكونة نزلت ميت. وعمهم عوروه لكن ربنا أراد ليه عمر جديد. ونزلوا بعد كده وخرجوا، لكن الشرطة وكفاءة رئيس مباحث مركز نبارو في خلال ساعات تم القبض على الأربعة، حمادة والسيد وعلي وائل، 4 إخوات قبضوا عليهم واعترفوا، قالوا أيوه إحنا اللي هجمنا على البيت وإحنا اللي ضربناه، بس هي كانت هي اللي رمت نفسها، كانت خايفة منا، إحنا كنا داخلين نضربهم بس. الغريب جدا بقى في المحكمة البلد بالكامل طلعة، الغريب جدا كفر الأبحر الناس طالعة بتدافع عن الأربع إخوات، بيدافعوا عن الأربع إخوات اللي قتلوا المحامية رشا فرحات وكانوا هيقتلوا عمه. انتوا بتدافعوا عن مين؟ ليه؟ قال لك اللي حصل ان دول اخوات مع بعضهم، السيد ابراهيم عبد العزيز عبد العال واخواته. السيد ابراهيم متجوز المحاميه رشا فرحات، فابو حماده وابو السيد اللي هم الاربع اخوات دول ابوهم كان عامل توكيل للمحاميه مع مرات اخوه، يعني الاربع شباب دول كان ابوهم عامل توكيل للمحاميه دي. المحامية حسب كلام الراجل اللي هنسمعه دلوقتي استغلت التوكيل اللي كاتبه واللي عامله أخو أو أبو الأربع شباب دول، وراحت لعبت في الورق بالتوكيل ده وعملت البيت باسم جوزها، من خلال أن الأخ اتنازل لأخوه عن البيت بالتوكيل اللي هي عاملاه رحمة الله عليه. فالراجل طلع بيقول المحامية الله يرحمها زورت من خلال التوكيل اللي عامله ابو الاربع شباب دول ليها لانها مرات اخوه. واحد عمل توكيل لمرات اخوه المحاميه، راحت هي بالتوكيل ده سلمت جوزها البيت بتاع اخوه. ده كلام مش كلام، ده كلام الحاج اللي هنشوفه دلوقتي، والناس اللي كلهم بيقولوا الاربع شباب دول غصب عنهم البيت بيتهم. والله المحاميه استغلت التوكيل اللي ابوهم كان عامله ليها وعطت البيت لجوزها. تعال نشوف الراجل وهو في قدام المحكمة والناس كلها بيقولوا يا جماعة الأربع شباب دول مؤدبين ومحترمين وطول عمرهم شقيانين في الغربة والبيت ده بتاع أبوهم والله، لكن مرات عمهم ضحكت على أبوهم بالتوكيل. تعال نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. يعني ربنا سيد على كل كلمة بقولها كل حرف بقوله. الناس دي ما لهمش في أي شر، ولكن الاستبدادات طوال ال9 سنوات أو ال10 سنوات أدت هؤلاء الشباب إلى درجة فقدان الوعي. نرجو من القضاء العادل أن يراعي هذه الظروف القهرية اللي الناس بتنام قضايا كتير جدا جدا منذ أكثر من 9 سنوات أو 10 سنوات، والناس دي بتجري كل يوم والتاني تبات في الأقسام، والقضاء له أوراق. وهذه المحترفة اللي توفت المحامية احترفت في تزوير العقود والأوراق وعلى نية سلمى جدا. كان الحاج عبد العزيز عامل توكيل لها على اساس هي احد العائله مرات اخوه، فهو طبعا واثق في مرات اخوه. للاسف استغلت هذه الثغره وهذه الفجوه وغيرت في الاوراق وغيرت اسم الشهره على اساس انما يا باشا شهاده حق. وانا صايم قبل الفطار ان الناس ناس محترمه جدا جدا. الناس دي تعرضت لقهر واستفزاز خلال ال10 سنوات وقضايا ملفقه لهم بدون وجه حق. رجعنا لكم تاني. سمعنا الراجل وهو بيتكلم والناس وهم متجمهرين حوالين المحكمة بيقولوا الأربع شباب عملوا كده من الظلم غصب عنهم،
مرات عمهم ضحكت على ابوهم بالتوكيل وعطت البيت لجوزها، يعني باعت واحد لاخوه اللي هو السيد ابراهيم جوزها. طبعا الكلام ده اللي بيتقال في القريه، لكن القاضي قدامه ايه؟ قدامه توكيل وقدامه ورق قانوني لا يقبل الشك. القاضي حكم القضاء لا تعقيب عليه، وحكم القضاء عنوان الحقيقه، مالناش دعوه بالناس كانت بتقول ايه. استغلت التوكيل، انا عملت توكيل لواحد استغله، مالناش دعوه بقى، مش انت اللي عملت له توكيل؟ اشرب. ابو الاربع شباب دول عمل لمرات اخوه توكيل، راحت بالتوكيل ده خدت البيت منه وعطته لجوزها. ده الكلام ده اللي بيقولوه الناس، لكن قدام القاضي الورق القانوني سليم بالتوكيل بكله 100. صدر الحكم النهارده إحالة الأربع إخوات الأربعة إعدام. طبعا الخبر ده نزل على قرية كفر الأبحر كالصاعقة، مش مصدقين 4 شباب طول عمرهم شجانين وتعبانين، والبيت بيت أبوهم، والمحامية الله يرحمها ضحكت عليهم ياخدوا إعدام. لكن احنا مش عرفنا، يمكن التوكيل صح، ويمكن البيع صح، ويمكن أبو العيال دي فعلا باع البيت لأخوه، الله أعلم. أصل ده ميراث، ما نقدرش دلوقتي، احنا قدامنا حكم قضائي لازم سمعا وطاعة. 4 هيتعدموا، حكم المحكمة إحالة أوراقهم إلى فضيلة دار الإفتاء أو دار مفتي الديار المصرية، مجرد يعني إجراء شكلي لتنفيذ حكم الإعدام. في ال4 شباب حمادة والسيد وعلي وائل، ال4 حكم الإعدام في قضية هزت محافظة الدقهلية مركز نبارو قرية كفر الأبحر. إن القضية دي كان المقتول فيها محامية معروفة اسمها رشا فرحات الله يرحمها، وربنا إن شاء الله يقتص ليها بالإعدام. حكم المحكمة عنوان الحقيقة، هنقول إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد.